10 أماكن في القاهرة تحكي قصة مصر كاملة. أول محطاتنا هي أهرامات الجيزة، تلك المعالم العظيمة التي تقف شامخة منذ آلاف السنين. هرم خوفو، الهرم الأكبر، هو المعلم الوحيد المتبقي من عجائب الدنيا السبع القديمة. هل تساءلت يوما عن كيفية بنائها؟ الأهرامات لا تزال تحتفظ بأسرارها. ننتقل الآن إلى المتحف المصري، الذي يضم كنوزا لا تقدر بثمن. من مومياء توت عنخ آمون إلى القطع الأثرية التي تعود لعصور مختلفة، المتحف هو نافذة على تاريخ مصر العريق. في مجمع الأديان، نرى كيف تلاقت الثقافات المختلفة. من الكنيسة المعلقة إلى مسجد عمرو بن العاص، هذه المنطقة تجسد التسامح الديني في مصر. شارع المعز هو أكبر متحف إسلامي مفتوح في العالم. هنا يمكننا استكشاف تاريخ مصر من خلال المساجد والمدارس والأضرحة التي تروي قصصا من الماضي. الجامع الأزهر، منارة العلم والدين، له تاريخ طويل في مواجهة التحديات. لا تكتمل زيارة القاهرة دون المرور بخان الخليلي. هنا يمكنك شراء التحف والمشغولات اليدوية في أجواء شرقية أصيلة. قلعة صلاح الدين، التي كانت مركز الحكم لقرون، تحتضن العديد من المتاحف والمعالم التاريخية. من هنا يمكنك رؤية القاهرة من أعلى والاستماع إلى حكايات مثل مذبحة المماليك. قصر عابدين هو شاهد على تاريخ مصر الحديث. انتقل مركز الحكم من قلعة صلاح الدين إلى هذا القصر، والذي يحتوي على متاحف متعددة. القاهرة الخديوية، حيث تلتقي الحداثة بالتاريخ. استمتع بالتجول في شوارعها الجميلة واستكشاف معمارها الفريد والتسوق والتمتع بالطعام المصري الأصيل والحلويات الشرقية الفاخرة. وأخيرا، نهر النيل، شريان الحياة للمصريين. استمتع بجولة على ضفافه، حيث يمكنك أن تشعر بروح الحضارة المصرية، أو اختر ركوب القوارب المختلفة البسيطة منها والسياحية للإبحار عبر ضفافه. كانت هذه جولتنا في القاهرة، حيث كل مكان يحكي قصة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالتعرف على هذه المعالم.